قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ختام الحياة الدنيا لهذا الإنسان الضعيف هي هذه الصورة التي أمامكم أيها الأفاضل. حين تخرج روحه إلى الله تعالى يبقى هذا الجسد أمانة عند المسلمين، فنغسله ونكفنه وندفنه حتى يلقى الله رب العالمين مسلما طاهرا. أيها الأحباب، سنشرع بحول الله تعالى في هذه الحلقة الطيبة المباركة في صفة تغسيل الميت، صفة عملية مبسطة سهلة ثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنحيي هذه السنة المباركة ولنعلم شباب المسلمين ونساءهم صفة وكيفية تغسيل الميت. أيها الأحباب، الملاحظة الأولى: لا يجوز لأي رجل أن يغسل أي امرأة في الدنيا إلا امرأة واحدة وهي زوجته، ولا يجوز لأي امرأة مهما كانت أن تغسل أي رجل إلا رجلا واحدا وهو زوجها، فالزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الملاحظة الثانية: لا يصح ولا يجوز وهو بدعة من العمل أن نقلم الأظافر للميت أو نقص له شعرا، سواء كان شاربا أو إبطا أو غير ذلك. فالميت كما مات يغسل ويكفن ويدفن ويلقى الله رب العالمين بالهيئة التي مات عليها. فإذا غسلناه وسقط بعض الشعر فيوضع في طيات الكفن ونكفنه بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، الإنسان الميت إذا فارقت روحه هذا الجسد وصعدت إلى الله تعالى لابد أولا أن نلين هذا الجسد، أن نلين أطرافه هكذا حتى يسهل عند الغسل ويكون مطواعا سهلا بإذن الله تعالى هكذا. ثم أيضا نأتي إلى قدمه اليمنى وهكذا نلينها حتى لا يصعب ولا يكون تعبا في تغسيله بإذن الله تعالى. المسألة الثانية: غالبا ما يكون التغسيل بعد موت الإنسان ببضع ساعات، أحيانا تصل إلى اليوم وإلى الليلة، فلا بد أن نضع خيطا أو لفافة تحت ذقنه ولحيته ونربطها إلى رأسه حتى لا ينفك الفك ويتسيب فمه فيفتح فيكون منظره قبيحا مقززا، فنربطه بهذه اللفافة. عندما نريد تغسيله نفتح هذه اللفافة هكذا ونضع سترة على عورة الميت، ونضع سترة على يا حبذا أن تكون هذه السترة ثخينة خشنة حتى لا تظهر عورة الميت، خصوصا إذا صببنا وسكبنا الماء عليه فإنها تتجسد وتظهر، فيا حبذا تكون السترة قوية ثخينة. أول مرحلة من مراحل التغسيل هي تجريد الميت من كل الملابس التي يلبسها، فننزع عنه كل الثياب برفق ولين. أيها الأحباب، أحيانا يطول موعد الغسل عن الميت فتيبس الثياب عليه خصوصا في فصل الشتاء، فماذا نفعل؟ لا يجوز تعنيف الميت ونزع ثيابه بقوة، إنما من الأمور التي لا بد أن تكون عند المغسل المقص، فنقطع له ثيابه هكذا ثم من هنا وننزع ثيابه بلطف ورفق كلها بإذن الله تبارك وتعالى. فالمرحلة الأولى تجريد الميت من كل الثياب. بعد أن نزعنا عن الميت الثياب كلها تبقى هذه السترة عليه. المرحلة الثانية أيها الأحباب هي مرحلة الاستنجاء.
تنظيف الميت وتطهيره من كل الفضلات والمأكولات والماء الذي علق في بطنه وبقي فيه. فماذا نفعل؟ نضع اليد اليمنى تحت رقبة الميت، ثم نرفعه هكذا نصف جلسة، ثم نضغط على بطنه برفق. بعض المغسلين يضغط بقوة وهذا لا يصح، فنضغط برفق. ومن يساعدنا يصب الماء تحت السترة والماء يخرج من بين رجليه. ثم نعيد هذه العملية ثانيا هكذا، نرفعها نصف جلسة 30 درجة ونضغط على البطن هكذا، ومن يساعدني يصب. نعيد هذه العملية ثانيا وثالثا ورابعا متى احتجنا إليها، ومتى بقي هذا الماء يخرج نجسا متغير اللون. نتوقف عندما يخرج الماء صافيا نقيا ويتطهر الميت. عندما نكمل هذه العملية نضع هذه الخرقة في أيدينا، ويا حبذا أن تكون ثخينة، أو نضعها بالمضاعف، يعني نلبس خرقتين حتى لأننا سنغسل عورة الميت. وندخل هذه من تحت السترة، فلا يجوز النظر ولا التكشف والكشف عن عورة الميت. ونغسل له القبل والدبر جيدا جدا، ثم نخرجها ونرميها. ثم نعيد بلفافة أخرى غسل القبل والدبر هكذا حتى نخرجها بإذن الله تبارك وتعالى نقية صافية لا شيء فيها. وبهذا نكون قد غسلنا الميت وطهرناه من كل نجاسة. وهذه المرحلة تسمى مرحلة الاستنجاء. المرحلة الأخرى أيها الأحباب هي أن نوضئ الميت وضوءا أصغر كما يتوضأ الواحد منا للصلاة. فنبدأ باليد اليمنى بسم الله، ونغسل له اليد مع تخليل الأصابع والدلك. إذا وجدنا خاتما في أصبعه ننزعه هكذا، ثم نغسل اليد الأخرى اليسرى 3، ثم نأتي إلى الاستنشاق والاستنثار. لا يصح أن ندخل الماء في فمه ولا في أنفه، إنما نحضر قطعة قطن فنبللها بالقليل من الماء، ثم نضعها على فمه ولسانه هكذا، على فمه وأسنانه الأولى، ثم نبلل الثانية، ثم الثالثة، ثم كما فعلنا في المضمضة نفعل في الاستنشاق والاستنثار في الأنف بهذه القطن، نبللها ثم نضعها في الأنف هكذا، ثم الجهة الأخرى، ثم قطنة أخرى ثانيا وثالثا. نعم. ثم نغسل له الوجه هكذا بسم الله، ونغسل له الوجه بسم الله ثانيا ثالثا، ثم اليدين إلى المرفقين 3 مع الدلك، ثم اليسرى. الوضوء أيها الأحباب كما يتوضأ الواحد منا للصلاة، ثم مسح رأسه من مقدمة الشعر المعتاد إلى مؤخرة رأسه، ثم نعود، ثم أذنيه نمسحهما، ثم القدم نعم هكذا ونخللها، ثم القدم اليسرى. هذه المرحلة الثانية من التغسيل بعد أن تم تجريده من الثياب. ثم المرحلة الثانية والتي هي التنظيف والتطهير أي الاستنجاء. ثم المرحلة الثالثة وهي الوضوء. ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي الغسل الأكبر، غسل الجنابة. فنغسله بسم الله 3 حثوات من الماء على رأسه، ثم نبدأ بالشق الأيمن، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعميم الماء بالجسم إلى الأخير، ثم الشق الأيسر. ولا ننسى أن نقلب الميت ونغسله في ظهره هكذا بهذه الطريقة،
ثم هكذا، ونحافظ على سطر العورة، ثم نغسل له ظهره هكذا إلى الأخير من الجهة اليمنى والجهة اليسرى أيضا. هذه أيها الأفاضل الغسلة أو الغسل الأول. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو 9 إن رأيتن ذلك. بمعنى إذا رأى المغسل أن هذا الميت يحتاج إلى المزيد أضاف 2 والأفضل 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغسل يكون وترا، فإما 3 أو 5. الأفضل والأولى أن نغسله 3 ثم ننظر، فهذه الغسلة الأولى، ثم الغسلة الثانية بنفس الطريقة وبنفس الشكل، ثم الغسل الثالث بماء وكافور أو بماء وسدر. عندنا الكافور وعندنا السدر، فنضع بعضا من الكافور في الماء ثم نغسله كما غسلناه في الوضوء الأكبر الأول، وبهذا يتم غسل الميت غسلا طيبا مباركا أيها الأفاضل. أحيانا بعض الناس في الغسل الأول تضع الماء مع الصابون، وهذا يصح، إلا أنه تابع للاستنجاء والتطهير، فلا يعد غسلا إلا بعد أن نغسله بالماء والصابون هكذا. مثلا هذه الغسلة الأولى، فشعره ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم نعممه بالماء، أي نغسل تلك رغوة الصابون فنعممه بالماء جيدا. هذه غسل تنظيف وتطهير. ونبدأ بعدها الغسل الأول الذي هو كما أسلفنا، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9. نعم. في الأخير أيها الأحباب لابد أن نضع العطر أو المسك في مواضع السجود 7 للمسلم، فنضع المسك على جبهة الميت وعلى أنفه وعلى اليد اليمنى وعلى اليد اليسرى وفي ركبتيه وفي قدميه. هذه صفة الغسل وكيفية الغسل ببساطة أيها الأفاضل. إذا كان هناك في الميت نزيف من أنفه أو من أذنيه أو من أي مخرج من مخارج الجسد، فلا بد أن نسده بقطن، هكذا مثلا في أنفه، ثم هكذا في أنفه، هكذا. نعم. المغسل لابد أن يكون معه مساعد أو 2 أو 3 يساعدونه في التغسيل. لابد أن تتوفر بعض الصفات في المغسل حتى يتقبل الله عمله ويكرمه، وفقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. أيها الأفاضل الأحباب، الميت لابد أو المغسل لابد أن يكون خبيرا عالما بأحكام التغسيل، الشرط الأول. ثانيا لابد أن يكون أمينا ثقة، فلو رأى شيئا عن الميت كتغير حال أو سواد وجه أو رائحة تنبعث منه كريهة، فلا بد أن يأمنه ولا بد أن يكتم هذا الأمر ولا يحدث به أحدا مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر المسلم والكتم عليه حيا وميتا. أما إن رأى شيئا يبشر به أهله ومحبيه، فيا حبذا أن يذكر أنه في التغسيل رآه متبسما أو رآه مطواعا أو انبعثت منه رائحة طيبة أو أنه كان خيرا طيبا مباركا، فإن هذا مما يفرح أهله ومحبيه ومما يساعد على أن نقصه ونحكي، لعل بعض الناس يتوبون ويعودون إلى الله رب العالمين. فنسأل الله أن يصلح حالنا
وأن يخرجنا من الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. بارك الله فيكم. تعلموا أيها الأفاضل لنحيي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله.